أهلا بيك في قناة كادر 5 في 5. النهاردة مش قايمة أفلام عادية، دي قايمة عن الأمل وعن الناس اللي وقعت ووقفت تاني. 5 أفلام هتخليك تشوف الحياة من زاوية مختلفة وتفهم إن مفيش مستحيل طول ما في نفس. يلا نبدأ من أضعف فيلم للأقوى تأثيراً. المركز الخامس The Secret Life of Walter Mitty 2013. التصنيف مغامرة دراما خيال، بطولة بن ستيلر كريستن ويج، إخراج بن ستيلر. الإيرادات 188 مليون دولار، تقييم IMDb 7.3، تقييم الجمهور 77%. القصة: والتر موظف عادي جدا بيعيش حياة مملة لحد ما حياته تتقلب لما يضطر يسافر في رحلة غريبة عشان يدور على صورة ضايعة لمجلة بيشتغل فيها. الرحلة دي بتخليه يشوف العالم، واللي أهم يشوف نفسه. رأيي فيلم خفيف بس مليان طاقة إيجابية، بيقولك اللي مش بيخاطر ما بيعيش. المركز الرابع Life of Pi 2012. التصنيف خيال مغامرة دراما، بطولة سوراج شارما، إخراج أنج لي. الإيرادات 609 مليون دولار، تقييم IMDb 7.9، تقييم الجمهور 84%. القصة: شاب هندي بينجو من غرق مركب وبيلاقي نفسه في البحر مع نمر بنغالي. الرحلة اللي بيعيشها بين البحر والنمر بتخليه يكتشف معنى الإيمان والبقاء. رأيي رمزي جدا ومحتاج تركيز، بس لما تفهمه هيغير نظرتك للحياة والإيمان. المركز الثالث فورست جامب 1994. التصنيف دراما كوميديا سيرة ذاتية، بطولة توم هانكس روبن رايت، إخراج روبرت زيميكس. الإيرادات 678 مليون دولار، تقييم IMDb 8.8، تقييم الجمهور 95%. القصة: راجل بسيط بعقل طفل بس قلبه مليان خير، بيعيش مغامرات عمرها ما تتكرر، من الحرب للحب ومن الشهرة للوحدة. فيلم بيحكي عن البراءة والإصرار وسط عالم قاسي. رأيي فورست جامب مثال إنك مش لازم تكون عبقري عشان تنجح، كفاية تكون صادق. المركز الثاني The Intouchables 2011. التصنيف دراما كوميديا سيرة ذاتية، بطولة فرانسوا كلوزيه عمار ساي، إخراج أوليفيه ناكاش إيريك توليدانو. الإيرادات 426 مليون دولار، تقييم IMDb 8.5، تقييم الجمهور 93%. القصة: راجل غني اتشل بعد حادث، وشاب فقير بيتعين يرعاه. من غير ما يقصدوا الاتنين بيغيروا حياة بعض. حكاية عن الصداقة والثقة والضحك اللي بيطلع من الوجع. رأيي أجمل فيلم ممكن يخليك تضحك وتعيط في نفس الوقت، بيخليك تحب الحياة مهما كانت صعبة. المركز الأول The Pursuit of Happiness 2006. التصنيف دراما سيرة ذاتية، بطولة ويل سميث جايدن سميث، إخراج جابرييل موكينو. الإيرادات 307 مليون دولار، تقييم IMDb 8، تقييم الجمهور 87%. القصة: كريس جاردنر أب فقير بيكافح يربي ابنه بعد ما الدنيا قلبت عليه. يناموا في الشارع يباتوا في الحمام، لكن عمره ما فقد الأمل، ومن الصفر بقى مليونير حقيقي. رأيي ده الفيلم اللي يخليك تبكي من الأمل مش من الحزن، هيفكرك إن النجاح مش في الظروف، النجاح جواك. ال5 أفلام دول مش مجرد تسلية، دول دروس في الحياة. اتفرج عليهم بالترتيب ده وقولي في الكومنت أنهي واحد حسسك إنك عايز تبدأ من جديد. واستنى الفيديو الجاي من كادر 5 في 5، لأن اللي جاي أقوى من كده بكتير.